بيبدأ فيلمنا معناه اللي بتروح ديت وبتكتشف إن الراجل اسمه نفس اسم حبيبها الأولاني، فهي ما بتقدرش تتحكم في دموعها وهو بيكون مستغرب ومش فاهم ايه اللي في اسمه يخليها تنهار كده. وعشان نفهم رد الفعل ده بنرجع فلاش باك لسنة 1999 في أتوبيس زحمة جدا بيخلي نيل عندها 17 سنة تقع على ولد، فبكل ذوق بيديها الكرسي بتاعه. ولما نات تقعد بتلاحظ الاسم على جاكيت مدرسته واللي بيكون اسمه يون، فالاسم بيخليها تبتسم لأن يون هو الولد اللي صاحبتها الأنسيم دو فاكرة إن هي واقعة في حبه. ودو بيكون عندها مشكلة في القلب ومسافرة أمريكا علشان تعمل عملية، وقبل ما تسافر بتترجى نان إن هي تتحرى عن يون وتبلغها بكل التفاصيل الممكنة. وبتبص في وش صاحبتها المليان أمل وناف في الآخر بتقبل المهمة دي. وفي أول يوم في المدرسة ناب تبقى فريق مراقبة مكون من شخص واحد، وبتقدر طول يون ب181 سنتي من المكان اللي واقف فيه. وبتشم إزازة عصير مرمية وبتسجل إن هو بيحب عصير البرتقال. وبتراقبه وهو بيلعب كرة سلة وبتسجل مقاس جزمته وبتملى صفحة ورا صفحة بمعلومات لدو. وخلال التحريات ناب بتلاحظ إن يون تقريبا دايما مع صاحبه القريب وون، والولدين بيكونوا عايشين في نفس العمارة وبيروحوا المدرسة مع بعض. وعشان تقرب من هدفها ناب تبقى متهورة أكتر وأكتر، ويوم بيتعور وهو بيلعب كورة وون بيساعده يروح غرفة الممرضة. فناب تعمل إن بطنها وجعاها علشان تقدر إن هي تحصلهم، والولاد بيقفلوا ستارة حوالين السرير. وناب بتقرب كفاية علشان تسمع بالصدفة إن يون ناوي يقدم في نادي الإذاعة، والحماس بيخليها تضحك بالغلط وهما كانوا هيكشفوها بس بتستخبى تحت السرير بسرعة. وناف فورا بتروح تعمل اختبارات نادي الإذاعة، وبدل ما تقدم أداء تقليدي بتستخدم تدريب التايكوندو بتاعها، وبتضرب ركلة دائرية استعراضية مذهلة والعرض بيبهر الكل وبتكسب مكان من غير صعوبة. وبعدين يون بشكل غير متوقع بيلغي انسحابه وبيقول إن الطالب تاني يستاهل الفرصة أكتر. فخطة نال مترتبة بذكاء بتنهار، ولحسن الحظ وون بينضم لنادي الإذاعة. فأنا بتحاول إن هي تسحب منه معلومات بس ردوده الباردة والمختصرة جدا بتسيبها محبطة، وبترجع لشغل التحري تاني أكتر. وفي يوم ما بتشوف يون بيستخدم تليفون عمومي وبتجري تحت علشان تسجل الأرقام اللي بيطلبها، وون فجأة بيقف في وشها وبيخليها تفوت الرقم الأخير. فنوب تمسك السماعة وبتحاول إن هي تجرب كل الاحتمالات الممكنة لحد ما آخر عملة معدنية عندها أخيرا بتجمع الخط، وبتمثل وبتعرض جايزة مقابل رقم النداء الآلي. فالشخص اللي على الناحية التانية فورا بيناديها باسمها، فناو هي مرعوبة بتقفل الخط وبتجري. وخلال الإذاعة المدرسية بعد كده وون بيقول على المكالمة الغريبة بتاعت الاستطلاع اللي جاياله الليلة اللي فاتت. فناب تنكر إن هي تعرف أي حاجة بغباوة لدرجة إن هي بتكشف نفسها، وبعدها بتطلب منه رقم النداء الآلي بتاع يون، بس هو بيكون مستمتع بإصرارها اللي ملوش لازمة ده. فون بيعرض عليها صفقة إنها عندها محل تأجير فيديوهات، فون بيكون عايزها تجيب له فيلم أبوها منعها إن هي تأجره لزمايلها في الفصل، بس ناب تقدر إن هي تتسحب بالفيلم برضه. وتاني يوم مدرس الفصل بيعمل تفتيش مفاجئ وبيكتشف الفيلم، وناب بتجبر إن هي تركع بره الفصل وهي أصلا زعلانة ومتهانة، وبتكون متعصبة جدا لما وون بيمشي من جنبها وبيتسحب وبياخد الشريط من إيديها بهدوء وبيتصرف كأنه ملكه هو، ومع ذلك بيوفي بعهده. بعد كده بفترة قصيرة وون بيجيب يون علشان يسجل كعضو في محل نا، وبمساعدة وون نا أخيرا بتاخد رقم يون وبتبعته لدو في أمريكا. واللي نا مش واخدة بالها منه إن تحرياتها بتسحبها ناحية وون، والتحول ده بيبقى واضح خلال المعسكر الصيفي. نا بتكون مسؤولة عن تصوير الطلاب وناوية إن هي تجمع لقطات حلوة ليون، وبدل كده كاميرتها بتفضل تروح ناحية وون. الهوا بيتحرك على وشه وبيبتسم ابتسامة هادية، فضربات قلب نا بتزيد. وفي السهرة في صالة الألعاب يوم بيدخل في خناقة كبيرة، بس نا بتتدخل وبتضربهم، ولما بقية المجموعة بيستعدوا علشان يهجموا عليهم وون بيرج إزازة صودا وبيرشها على المهاجمين، وبيمسك ايد نا وبيجري، والتلاتة أخيرا بيبقوا في أمان. ونا بتلاحظ إن إيديها في إيدين وون وبتحرك إيديها بعيد بسرعة كأنها اتكهربت، وبتزعق بصوت عالي للولدين علشان عملوا مشاكل، وبتستغل غضبها علشان تخبي توترها. بس وون الوحيد اللي بيلاحظ إن نات اتعورت لما ضربت الإزازة برجليها، وحاسس بالجميل ده ليها. وبعدها يوم بيوصل المدرسة على الموتوسيكل بتاعه في اليوم اللي بعده، وبياخد نال مكان عالي بيطل على الشاطئ، وبعد ما بيشكرها بيسألها ليه حماته. فنال بتتوتر وما بتقدرش إن هي تقول إنها بتجمع معلومات لدو،
فبتقول بس إن كان في حد هيتدمر لو هو اتعور، وبعدين بتحذره ما يعاملش الناس بعدم اهتمام، لأن اللطف من غير نوايا واضحة ممكن يجهد الشخص اللي بيستقبله. وناء بتكون قاصدة إن هي تأدبه بالنيابة عن دو، بس يوم بيسمعها كبنت شجاعة بتعبر عن قلقها وبيشوفها بشكل مختلف، وبياخد ناي يتعشوا في المكان اللي وون بالصدفة شغال فيه جارسون. ويوم بيعترف بصراحة إن هو معجب بيها، بس ناي بتتخض، وعشان تدمر اهتمامه بتدعي إن هي مكركبة وفاشلة جدا في الرياضة ومستحيل حد يستحملها، وكل إهانة بترميها على نفسها بتخلي يون يشوفها أفضل. فانا بتتخض وبتجري بره وبتكون ناسية رجليها المصابة وعكازها، والرباط بتاعها بيتفك وهي قاعدة جنب الطريق وبتحاول إن هي تلفه. ومكنة فشار قريبة بتنفجر بصوت عالي وبتملى الشارع بدخان أبيض، وون في الوقت ده بيطلع بعكازها ومن غير ما يعمل دوشة بيعمل لها رباط الجزمة. وبعدين وهو باين عليه متضايق بيسألها لو هي بتحب يون، فانا بتقول إن هي مهتمة بيه بس، وبالنسبة لون الاهتمام والانجذاب زي بعض بالظبط. فانا بتكون عاوزة تشرح بس بتستوعب إن هي مش فاهمة الحب كفاية علشان تسمي اللي هي حاساه. بس بعد ما وون بيمشي ضربات قلبها السريعة بيبقى مستحيل إن هي تتجاهلها، وما بقتش تفهم تفضيلات مين اللي كانت بتكتبها في كشكول دو أو وش مين اللي كانت بجد بتراقبه. ويوم بيستمر إن هو يلاحق ناه وبيعلن كمان إن هي خطيبته، فثقته دي بتضايقها وبتفضل إن هي ترفضه. ومن بعيد وون بيفهم خناقاتهم دي غلط وإن هي مغازلة، وبيكون غيران جدا. وسوء الفهم بيبدأ يوضح خلال تجمع مدرسي بالليل، والبنات بيبعدوا عن المدرس وبيبدأوا إن هما يشربوا سوا في أوضتهم. ولما الولاد بيحاولوا إن هما يسرقوا المشروب، ناو هي مش في وعيها بتطلع وبتقتحم المواجهة وبتخبط على الباب الغلط. وون اللي بيفتح الباب، ولما بيسمع المدرس بيقرب بيسحب نال دولاب تخزين ضيق، والاتنين بيكونوا متوترين جدا. وتاني يوم وون بيقدم لها مية بعسل علشان الصداع، ونام ما بتقدرش إن هي تشيل عينيها عنه. ويون بيشوف ده وأخيرا بيستوعب إن مشاعرها عمرها ما كانت ليه، والتوتر بين التلاتة بيلين وبيبدأوا إن هما يقضوا وقت سوا كصحاب. وناب بتبعت صورهم لدو وبتحدد إن هي تعترف بكل حاجة عن وون لما صاحبتها ترجع. والأجازة الصيفية بتيجي وناب بتكون محبوسة وشغالة كل يوم في محل فيديو عيلتها، والروتين بيكون مش طايقاه لحد ما وون بيظهر في المطرة وبيقول إن هو بيبدأ شغل في المحل اللي قصاد الشارع. فناب بتفرح جدا وبتبدأ تحسب امتى وون بيخلص شيفته، وفي الوقت المظبوط بالظبط بتسحب أخوها الصغير بره للعب علشان تقدر إن هي تقابل وون بالصدفة. والمقابلات الزهرة دي بتبقى تمشية بالليل، وون بياخد نال البيت اللي كان عايش فيه وهو طفل، وشجرة برقوق في الجنينة كانت مزروعة مع أبوه، وبعد ما أهله اتطلقوا عمره ما رجع. فناوى وهي متحمسة بتمد إيديها للفاكهة اللي بتلمع، وبعدين بتلف وبتلاقي وون بيراقبها بابتسامة لطيفة. وون شايل كاميرا وبيعرض النسخ الكتير لنال اللي بتسحره، والاتنين بيكونوا تحت الشجرة وبرقوقة بتقع عليهم وبتخليهم يضحكوا، ومشاعرهم كانت واضحة جدا ومستحيل إن هما ينكروها. وبعدين ده بتجمع شجاعتها وبتطلب من وون إن هما يشوفوا فيلم في الأجازة، بس هو ما بيديش إجابة فورا وهي بتبدأ تمشي وهي مكسوفة. فوون بينادلها تاني وبيقول لها إن هو هيشوفها في الأجازة. وأخيرا ناب تفهم الأعراض اللي دو كانت بتوصفها، مش عارفة تنام والأكل ملوش طعم لما وون بيكون مش موجود، والمزيكا بتخليها تبتسم من غير سبب، وأول ما بتشوفه بتحس بوجع في قلبها. فنا بتكون خلاص وقعت في الحب تماما. وفي يوم الميعاد بتاعهم نا بتكون لابسة هدوم جديدة، ويون بشكل غير متوقع بينضم ليهم وبيخلي وون يغير، والاتنين بيبدأوا يتنافسوا في حاجات صغيرة وواضحة وهم عاملين إن كل حاجة طبيعية. وهما بياكلوا آيس كريم نا بتلمح دو عمليتها نجحت ورجعت بدري عن المتوقع، والاتنين بيحضنوا بعض وهم فرحانين. وفي البيت دو بتطلع صورة جماعية نا كانت بعتها من المعسكر، وبسعادة بتحط دايرة حوالين الولد اللي حبته عن بعد. فنا بتتصدم لما بتلاقي اللي دو بتشاور عليه هو وون مش يون. في الأتوبيس من شهور وون كان لابس جاكيت مدرسة يون، ودو قرأت الاسم وافتكرت إن هو بتاعه. ونا بنت تحرياتها كلها حوالين الولد الغلط، والغلطة دي بتسيب نا وصاحبتها الأنتيم المريضة في حب نفس الشخص. ونا بتبدأ تعترف بس بعدين بتشوف ندبة العملية الجديدة على دو. إعجاب دو ساعدها إن هي تستحمل العملية، فنا بتكون مش قادرة إن هي تحطم الأمل ده فورا بعد ما صاحبتها نجت بالعافية، وبتكون مجبورة إن هي تختار بين حبها وبين صداقتها. وفي الليلة دي بتفتح إيميل دو وبتمسح رسالتها الخاصة اللي ما قريتهاش عن وقوعها في حب وون، وبتخطط إن هي تدفن العلاقة قبل ما تبدأ بجد.
وفي نهاية الأسبوع بتاعت ميعاد الفيلم وون بيبقى مستني بره السينما وكله أمل، بس دو هي اللي بتوصل بدلها. وبعيد في المزرعة ناب بتضغط على نفسها بشغل بدني علشان تقدر تخدر الوجع. هي عارفة إن اختفائها مش عدل، بس بتفتكر إن حماية دو أهم. وبالليل ناب بتقابل وون وبتعترف له إن هي طنشت الميعاد قصد، فوون بيكون مش قادر يفهم إيه اللي اتغير. ورغم إن الكذبة بتدمرها ناب بتكون مصرة إن هي عمرها ما حبته، وبتمشي وبتسيبه واقف لوحده في المطرة. والعاصفة بتبل جواب الاعتراف اللي وون كان جهزه لحد ما الكلام ما بقاش قادر يوصل لها. الجواب كان فيه الجانب بتاعه من قصتهم. هو أول مرة لاحظ ناه بعد وقت قصير من رجوعه من نيوزيلندا، لما دخل محل الفيديو بتاع عيلتها وشافها بتحاول تطول شريط في رف عالي، فهو جابهولها. ومن وقتها وهي دايما في باله. وطلاق أهله ده اللي كان مسبب له حزن في حياته، بس نا جابت النور ليها تاني. ومع ذلك كانت باينة دايما إن هي مركزة مع يون. فون افترض إن هي بتحب صاحبه، وشبه اعترافها وهي مش في وعيها في أوضة التخزين ده لخبطه، لأنه ما كانش عارف هل هي شايفاه هو ولا فاكراه يون. وتحت شجرة البرقوق وون أخيرا فهم إن مشاعر نا كانت حقيقية، بس كان عارف إنه قريب هيرجع نيوزيلندا. وكان ناوي إن هو يشرح كل حاجة في الجواب ويعترف في السينما ويطلب منها تستناه، بس نا عمرها ما ادته الفرصة. وبعد الأجازة بيتصرفوا زي الغرباء في المدرسة، ونا بترفض إن هي تتكلم مع وون، بس دو كانت متحمسة وبتحاول إن هي تقرب منه. وبتشتري 4 تذاكر للملاهي وبتطلب منها إن هي تساعدها تعمل وقت لوحدها مع وون. فنا بتوافق من غير تردد وبتكون مصممة إن هي تدعم صاحبتها بغض النظر عن الوجع. وبعد ما الأربعة بياخدوا صور جماعية نات تسحب يوم بعيد علشان دو تتصور مع وون، بس اتجاه نظرات وون بيكشفه واهتمامه دايما بيرجع لنا. وفي القطر السريع وون بيكون مرعوب من الأماكن العالية، بس بيكون مصر إن هو ياخد مكان يون جنب نا. ويون في الآخر بيقعد جنب دو. ولما دو بتسأل عن التغيير يون بيشرح اللخبطة الأصلية وبيقول لها الحقيقة، فعالم دو بيلف بيها. وفي الوقت ده والقطر بيتحرك وون بيمسك ايد نا وبيزعق ان هو بيحبها. ولما اللعبة بتخلص بيقول لها ان هو ماشي قريب، فنا بتحارب دموعها بس برضه مش قادرة تطلب منه يقعد. وفي السكة للبيت دو بتعاتب نا وبتطلب منها تعرف ليه خبت كل حاجة، فنا بتشرح لها ان هي رفضت تخلي الحب يبوظ صداقتهم او تعرض دو للخطر. فدو بتنهار لان هي بتهتم بسعادة نا اكتر من ان هي تكسب وون. واللي بيوجع إن نا عمرها ما وثقت فيها كفاية عشان تتكلم بصدق أو تعاملها كشريكة متساوية في القرار. وبعد ليلة مؤلمة دو بتلاقي وون وبتشرح له سوء الفهم بالكامل. وون بيجري البيت نا وهو بيكون مسافر بكرة ورافض إن هو يمشي ومشاعرهم مش محلولة. وبينادي من تحت لمدة ساعة بس نا عمرها ما بتطلع. وأخوها الصغير جاله طارئ طبي والعيلة كلها قضت الليلة في المستشفى. وون بيستنى بره بيتها لحد الصبح من غير ما يعرف هي ليه مش موجودة. وتاني يوم في المدرسة دو بتشوف نا وهي قاعدة حزينة، فبتمثل إن هي أغمى عليها وبتجبر نا تشيلها لغرفة الممرضة. وبعدين دو بتفتح عينيها وبتأمر نا تروح محطة القطر لأن وون فاضل عليه لحظات ويمشي. فتصرف دو بيدي ناس شجاعة إن هي تبطل تستخبى، وبتجري من المبنى وبتروح ليون اللي بيكون أصلا مستني على الموتوسيكل بتاعه. ودلوقتي بعد ما الكل فهم المشاعر الحقيقية فين بقى عندهم استعداد إن هما يساعدوا الكابل يوصلوا لبعض. ويون بيجري بأقصى سرعته علشان يوصل نا المحطة، وعلى الرصيف الزحمة بتتعرف على وون فورا وهو مش قادر يسمعها وهي بتنادي، والقطر بيستعد إن هو يتحرك. فنا بتجري بيأس في المحطة لحد ما بتوصله، والمرة دي مش بتكذب وهي بتعيط بتتأسف على كل كلمة قاسية، وأخيرا بتقوله إن هي بتحبه. وون بيبتسم وسط دموعه وبيمسكها وبيوعدها إن هو هيرجع قريب. وبعدين بيركب القطر، وبعد لحظات الوداع بتحسها مؤقتة لأن الناس بيقولوا لها مش قادرين يتخيلوا إن الحياة ممكن ترفض تديهم مقابلة تانية. وبعد ما وون بيمشي لنيوزيلندا هو ونا بيفضلوا يبعتوا إيميلات لبعض وبيوعدوا بعض إن هما يذاكروا جامد ويدخلوا الجامعة سوا في سيول ويتعاملوا مع المستقبل المشترك ده كأنه حاجة أصلا مستنياهم. وبعد ما ناب تستلم قبولها في الجامعة بتجري تقول لوون بس مفيش أي رد بيوصل، فهي بتستغرب جدا وبعدين بتتصل برقم وبتلاقي إن هو مقفول. وون بيختفي من حياتها من غير شرح وسايب وراه حب أولاني مثالي وسؤال بيطاردها لحد ما بتكبر. بعد سنين صاحبتها بتدبر لها ميعاد والراجل الجديد بيعرف نفسه باسم وون، الاسم المألوف بيقطع كل حاجة حاولت تكتمها.
ونا بتطلع بره المطعم وبتدخل كابين التليفون وبتطلب كذا مرة رقم نيوزيلندا اللي لسه حافظاه عن ظهر من قلب، والرد الوحيد هو نفس الرسالة المسجلة بإن التليفون مقفول. والوقت بيجري ونا الكبيرة بتستقر في سيول وبتشتغل مؤدية صوت إعلانات، وفي يوم أبوها بيكلمها من بلدهم لأن في طرد وصل لنا من بره، في كارت وشريط فيديو. فناء أول ما بتشوفه بتتصدم لأن هو نفس الشريط اللي وون طلبه زمان من المحل بتاعهم. لأول مرة من سنين الأمل بيرجع جواها، وبتقول يا ترى هو أخيرا رجع. ونا بتروح البيت وبتلاقي دعوة لمعرض فني جوه الطرد، وفي الجاليري تلفزيون قديم بيعرض صور محل فيديو عيلتها، والأوض مليانة صور ولقطات من شبابها، وشاشة واحدة بتعرض شجرة البرقوق في بيت وون، وكل صورة بتسحب ناف غريق صيف 1999. وبعدين بتقرأ الكتاب اللي على جنب وبتعرف إن وون توفى عام 2001. وفي شاب بيجي وبيقول إن هو أخو وون الصغير، وهو بينظم حاجات أخوه لقى طرد فيه كذا شريط مليان صور لبنت واحدة. الاهتمام ورا كل ده خلاها واضحة قد إيه وون كان بيحبها بجد. وأخوه عمل المعرض وبعت الشريط لناه علشان يكمل أمنية أخوه اللي ملحقتش تكتمل، وكمان بيشكرها لأن أسعد فترة في حياة وون القليلة كانت الوقت اللي قضاه مع ناه. وأخوه كان عايز يعرف الذكريات دي كانت بتعنيله إيه، وهي راجعة البيت إيديها بتترعش وهي بتشغل الشريط اللي فضل مقفول ل20 سنة. اللقطات بتسجل لحظات من علاقتها مع وون بما فيها تفاصيل هي نفسها نسيتها وما كانتش ملاحظة إن هو بيراقبها فيها. وفي النهاية الصور بتتغير لنيوزيلندا، وون بيظهر قدام الكاميرا وعلى وشه نفس الابتسامة الصافية اللي كانت عنده في صيف 1999، وبيقول لنا إن هو قريب هيرجع كوريا ويشوفها تاني، بس للأسف مات قبل ما الوعد ده يتحقق. ونا أخيرا بتفهم إن سكوته عمره ما كان رفض، وون منسيهاش وما فقدش اهتمامه ولا قرر إن مستقبلهم كان عبيط، هو حياته بس انتهت، بس حبهم وأحلى جزء في شبابهم فضل متثبت بشكل أحلى في القرن العشرين. وون بيفضل الولد صاحب ال17 سنة اللي متاخد في ضوء الصيف، في الوقت اللي ناب تكبر وهي شايلة إثبات إن في حد في يوم راقبها بحنان كامل. علاقتهم مش بتاخد معناها من نهاية مثالية، هي مهمة لأن المشاعر جوه اللحظات القليلة دي كانت صادقة. ونا كانت قربت تفوت فرصتها إنها تقول الحقيقة لوون لأنها كانت بتحاول تحمي الكل عن طريق إن هي تاخد قرارات لوحدها، بس صراحة دو ومسامحتها هما اللي بعتوها تجري للمحطة. وحتى الاعتراف ده ما كانش يقدر إن هو يغلب القدر بس ينقذ ناه من ندم كبير. وون مشي وهو عارف إن هي بتحبه، والشريط بعد كده اداها الحقيقة اللي هي كانت مستنياها سنين، إن هو ما كانش سايبها، ده كان فاكرها لحد النهاية. وبعد وقت طويل من إن الحياة تفصلهم، حزن إنها هيفضل معاها بس برضه هيفضل معاها اليقين إن حبها الأولاني كان حقيقي. وبيخلص الفيلم. وبس كده، ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.